النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكوكيز، هعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش هياخد معاكي وقت كتير. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده خدت نص كوبايه من الزبده على نص كوبايه من السكر، وبعد كده بنضرب الزبده والسكر مع بعض لغايه ما اللون بيغير كده ويفتح معاكي. هنا الزبده بدرجه حراره المطبخ، خرجتها كده من التلاجة وسبتها شويه، وبعد كده ضربتها زي ما انتم شايفين مع السكر. هنا الماده الدهنيه بقى ممكن تحطي اي ماده انت عايزاها، عايزه تحطي زيت حطي زيت، عايزه تحطي سمنه حطي سمنه، عايزه تحطي زبده حطي زبده، المتاح عندك. ما توقفيش نفسك على حاجه، وفي تلك الحالات هيطلع معاكي كويس. بعد كده نزلت ببيضه وخدت نقطتين من الفانيليا، يعني حطينا نص كوبايه من الزبده ونص كوبايه من السكر، خدت بيضه، خدت نقطتين كده من الفانيليا السايله، قلبتهم كده مع بعض كويس. وهنا خدت معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه بسيطه من الملح، ومعايا كوبايتين من الدقيق، بس مش هنزل بالدقيق كله مره واحده. هقلب كده كويس. هنا في الخطوه دي بقى لازم نشيل المعلقه ونقلب كده بايدينا، احنا مش بنعجن، احنا بس بنقلب عشان يختلط الدقيق مع الزبده والسكر كويس. هنا انا ما خدتش الكوبايتين الدقيق كلهم، حسيت ان العجينه مش هتاخد الكوبايتين كلهم، ففضل معايا كده حوالي معلقه من الدقيق. بعد كده زي ما انتم شايفين العجينه لمت معايا، خدت كده نصها، اسيب النص طبعا فانيليا والنص التاني هنعمله شوكليت. هاخد عليه معلقه من الكاكاو الخام، كاكاو الاسباني الخام، خدت معلقه واحده بيقلب معاكي اللون بسرعه لان طبعا بيكون لونه غامق. وبعد كده هعجنها برده كده زي ما انتم شايفين، واقلب الكاكاو كويس لحد ما يختلط في المقادير كويس جدا. لازم تقلبي الكاكاو هنا كويس، لان لو ما قلبتوش كويس هتحسي ان اللون كده معاكي زي اللون البهتان كده، لكن لما بتقلبيه كويس وبيختلط بالدقيق وكويس بيدي معاكي اللون الغامق زي ما انتم شايفين كده. هنا خدت معلقه من الشوكليت شيبس برده، حطيت على الفانيليا برده معلقه من الشوكليت شيبس. ومعايا صينيه هبدا بقى اعمل الكوكيز كور كده صغيره، حابه تكبريه برده كبري، حابه تصغريه صغري. انا كنت عاملاه كده ميني صغير يعني ما كبرتوش قوي. وبعد كده حطيت عليه شوكليت شيبس زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى اعمل الكور كلها زي ما انتم شايفين بالحجم ده كده. زي ما قلت لك، حابه تعمليه كبير اعملي، حابه تعمليه صغير زي ما انت عايزه. هعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه. شايفين كده خلصت كميه الفانيليا، هعمل الشوكليت برضه هعمله نفس الحجم، اكوره كده كور صغيره واحطه في الشوكليت شيبس. هنا بقى هندخله الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، يعني ما تعليش الحراره عشان ما ياخدش معاكي اللون بسرعه وتلاقيه الكوكيز بتاعك من جوه ني. فلازم تكون الحراره بتاعتك كده، انا حطيته على 180، قعد معايا في الفرن كده ربع ساعه. خلاص كده بقى كان خرج من الفرن، شايفين ما شاء الله كان شكله عامل ازاي، واخد برضو لون من تحت، والقلب بتاعه شايفينه مفرغ ازاي. وزي ما قلت لك بقى اعملي الحجم اللي انت عايزاه. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.